السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير ام نجد في فيديو جديد ووصفه جديده كما العاده. وصفه تاع اليوم تهبل اللي هي المسمن في الفرن على بالطريقه يعني تاع الكاس. راح تحضريها كما شفتي، الطريقه تاعها سهله وجديده. راح تتحصلي على واحد المسمن مورق والمقرمش مع واحد الحشوه راح نحضرها معاكم. حشوه اقتصاديه وبنينه بزاف بالخضر اللي يكونوا عندك في الدار متوفرين. جهزي بهم هذا المسمن، صدقيني فيه واحد القرمشه وواحد البنه روعه. ما عليك غنقول لك ديري لي جيم حبيبتي وديري اشتراك لما كنتيش مشتركه في القناه، وضغطي على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. ونقول لك قولي بسم الله هيا وروحي معايا للمطبخ ان شاء الله نجهزوا هذا المسمن الرائع. بسم الله نروحوا للوصفه تاعنا. هنا عندي كاس تاع حليب عادي بارد، ونسحقوا كاس تاع الماء، الكاس اللي موالفينه اللي نعبروا به كالعاده والعوايد. درت كاس حليب وكاس تاع الماء. هذه المسمن راح نديرها تاع اليوم سهله بزاف، غير تبعي الخطوات برك اللي راح نديرهم. درت مغرف تاع سكر كبيره، وعلى راس المغرف على راس المغرف غير شويه تاع خميره تاع الخبز باه تعطي لنا خفه. كي نطيبوا المسمن تاعنا في الكوشه يعطيه واحد الخفه، واحد القوام تاع القرمشه كاع يجيك خفيف. يعني ديري على راس المغرف ما تكتريش الخميره لاخاطش هذا مسمن ماشي خبز ولا فطائر. درت الفارينه عليهم، ورايحه نضيف المغرف تاع الملح صغيره، ونقعد نضيف في الفارينه حتى نتخلط على عجينه ما يابسه بزاف، ما تخليها طريه كيما من ديري مدلوك ولا مسمن. يعني عجينه تكون عادي. راح نلمها مليح، ما تنساش الجيم راني نشوف فيك. يلا 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 على بالي بلي راكي تنسايه. ضغطي يا حبيبتي باه الفيديو يطلع ان شاء الله في محركه البحث تاع اليوتيوب ويستفادوا منه خياتك. هنا كي لميت العجينه تاعي راح ندلكها غير شويه، ما تسحقش العجين لاخاطش ماشي سميد هذه تاع فرينه. غير نعجنها غير شويه ونخليها تريح حوالي 5 دقائق ولا، ونجو نبيزوها في رحبه. هنا راح نديرها في الباسينه نغطيها مامبا 5 دقائق ونجو نبيزوها في رحبه، يعني ما تديش منك الوقت. انا جبت شويه تاع الزيت، رايحه نديرها كوريات هكا صغار كيما تاع المسمن اللي نديروهم يجوا غير صغار. كيما شفتوا المسمنات تاعنا صغيره ماشي كبيره، ولكن يعني تخرج زعما حبه مليحه ماشي صغيره. راح تشوفوا الطريقه تاع التوريق تاعها تاني سهله بزاف وبسيطه. فقط غير تبعي الخطوات. راح نجهزها لكم بالكاس. هذه الوصفه جديده وصدقيني يعني تخرج واحد التوريق فيها، تخرج مرقه بزاف ومقرمشه. يعني ستو اللي يحبوا القرمشه ومع ديك الحشوه رايحين نديروها روعه. ما عليك غير تبعي الفيديو للاخر. هنا دهنت كامل دوك الخبيزات تاوعي، عطاتني 12 خبزه تاع مسيمنات. نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ونروحوا للحشوه تاعنا. هنا جبت فلفله، هذه فلفله عاديه من شريناها، يعني شريتها كيما هكا حمراء، يعني مخلطه كما تشوفوا نصفها اخضر ونصفها احمر، يعني ماشي من ديك تاع اللي تجي بالالوان. قطعتها كيما شفتوا هكا على الطول رقيقه، درت لها شويه زيت وشويه ملح وخليتها تدبل وقلعتها بجهه. نروحوا هنا تاني جبت 3 حبات تاع زروديه كبار تاني في نفس المقله، ما تغسليها ما ولا، غير قلعت ديك الفلفله تاعي ودرت الزروديه تاعي ربيتها. درت لها تاني شويه زيت وشويه ملح وخليتها تدبل ونقلعوها بجهه. شوفوا كي دبالت يعني الكميه تاعها صغارت. راح نقلعها تاني بجهه ونجيبوا 2 حبات تاع بصل تاني كبار كنت رابيتهم في نفس المقلاة. درت تاني شويه زيت، ندير لهم شويه تاع الملح، ونديرو في البصل تاعنا شويه فلفل اسود ونخليه تاني يدبل ونقلعه بجهه. وهنا الحشوه تاعك اختياري. يطلع لك كيما انا كانت عندي شويه تاع لافيون داشي درتها مع هذه الحشوه، ولا انت خلي غير ديك الزروديه والفلفله والبصل تكفيك. صدقيني واحد البنه تعطيها المسمن تاعك روعه، يعني بلا فيون داشي. ولا كانت عندك ديريها حبيبتي ما في مشكل. هنا جبت لديك العجينه تاعي كي ريحت خليتها ريحه نص ساعه هكا. جبت شويه تاع الزيت وشويه تاع الدهن، يعني راح من نفتحها راح نفتحها بالزيت شويه تاع زيت. وهنايا من نبغوا نلوها كيما هكا طبقتها كيما شفتوا، طبقتها على زوج كيما الطريقه تاع المسمن. راح ندير لها شويه تاع الدهن دايب بهذه الطريقه كيما شفتوا. حليتها دائره وجبت هذيك الطبقه الاولى لهكا وزدت رديت عليها الطبقه الثانيه. ونجيب الكاس تاعي، يعني شوفوا تبعوا الخطوات فقط راح تفهميها الطريقه تاعها السهله. راح شوف تخرج لك واحد المسمنه مرقه صدقيني روعه.
شوفوا يعني قعدي تلوي في داك الكاس تاعك غير بشويه. هذه الوصفه كانت طلبتها مني واحد الاخت، شافتها في قناه اجنبيه وقالت لي يعني ام نجاة انت حضرينا كي موالفه تحضرينا الوصفات تاوعك يعني بسيطه واقتصاديه يعني ونفهموك في الطريقه تاع التحضير تاعك. وبعثت لي الفيديو وقالت لي جهزي لي هذه الوصفه على طريقه تاعك. اي جهزتها لها اليوم، ان شاء الله تكون تبع فيا، يعني نقول لك لبيت الطلب تاعك، وان شاء الله انتم تاني خياتي تعجبكم الوصفه تاع اليوم بهذه الطريقه كما شفتوا، كما المسمنه عاديه، وطبقيها وديريها على الكاس وتلوي عادي. يعني شوفوا الطريقه تاعها سهله بزاف، فقط غير تبعي الخطوات حبيبتي. شوف يعني غير تلويها على الكاس وتحطيها بجهه وتروحي تجهزي تاني وحده اخرى. عندك كما قلت لك غير من تدهني الاخرى تاعك دهنيها بالزبده، ولا طلع لك تخلطي زبده وزيت في رحبه، خلطيهم في زلافه وحده، ديوبوا شويه تاع دهان وزيدي عليها شويه زيت وخدمي ديال المسمنه تاعك تاني تخرج لك روعه. يعني شوفوا الطريقه تاعها، يعني درت لكم شعل وحده باه خياتي ولا بنياتي اللي راهم يشوفوا في الفيديو يفهموا اكثر. يعني شوفوا الطريقه تاعها شعل سهل. يعني عندك كيسان اللي عندك تاع ليمونات ولا تاع ليتاي ولا اليوم جبديهم مع ام نجاة، اليوم تجبدي وجدي هذا المسمن، صدقيني واحد المسمنه تخرج روعه مرقه مرقه. والقرماشه حاضره، شوفي اللي تبغي القرماشه ما نحكي لكش، هذا الفيديو راه ليك سبيسيال. عندك غير ما تنسينيش بالجيم حبيبتي. اي ولا جربتوا الوصفه ان شاء الله بعثوها لها صفحتي تاع الفيسبوك مطبخ وتدابير ام نجاة، بعثوا لي صور ولا يعني اي حاجه تكوني جربتيها وعجبتك، اي شاركيها معنا ان شاء الله. هنايا كي كملت كاع المسمنات تاعي كما قلت لكم قطعت 12 خبزه، راح نجيبهم غير هكا بشويه وحلي العجينه تاعك كيما شفتوا. يعني الطريقه تاع التوريق تاعها وهذاك ليسباس يقعد لك عاد لا كنتي كيما نقولوا حنا الجو كان عندك حامي، ماذا بيك دخليهم في الفريجيدان وخلي حتى ديك الزبده كي تدخليها في الفريجيدان بالخف تقدب روحها يعني، وتجيك الطريقه تاع الخدمه تاعها تجي سهله على هكا. انا ما خليتهمش في الفريجيدان ولا كي كملت 12 ديك الخبزه تاعي مباشره جيت نجهزهم. هنا كنت درتهم للفطور جهزتهم مباشره، ولا انت كان عندك الوقت خليهم في الفريجيدان حتى يريحوا، راح العجينه تقدب روحها وداك الدهان تاني يقدب روحه، تقعد لك العجينه هكا واقفه كيما تقلعيها بالكاس، تقعد لك على الشكل هذاك تاع الكاس، تعمريها كي يطلع لك وتعجني دوك الخبيزات تاعك، يعني تعاونك بزاف. انا هنايا غير خدمتها منا وكانت عندي الكوزينه حاميه ما نقولكش. اي مع رقم الحمان عارفين هادو ليامات الحمان، اي درتها مباشره ولكن خرجت النتيجه روعه. كيما شفتوا راح نعمر الخبيزات تاوعي كاع بالحشوه هذيك، درت شويه تاع بصل، درت شويه تاع فلفله، شويه تاع زروديه، ودرت شويه تاع فيوند لاشي كيما قلت لكم تاني، كنت دبلتها هكا شويه زيت شويه ملح وشويه حرور، وندير لهم شويه الفرماج تاع شيدار شويه اختياري، لكن الحشوه اختياريه. كنتي كيما طلع لك تعمريها تاني بالتشكشوكه ولا ديري شويه تاع بصل وشويه طماطيش راهم يعني راهم الخاص في متناول الجميع. عمري الخبيزات تاوعك باللي كان عندك في الدار، كاع ما تعبيش روحك ولا ما تكلفيش روحك حبيبتي. غير جهزي الطريقه اللي عطيتها لك، صدقيني ستهم راح نديروهم في الكوشه. طلع لك لا ما كانش عندك الكوشه عادي طيبيهم في المقله عادي يخرجوا تاني يحمروا لك يخرجوا مقرمشين مرقين عادي. ولكن انا الطريقه تاع اليوم اللي درتها لكم في الكوشه صدقيني خرجت واحد القرمشه فيهم روعه. هنا غطست غير يدي في شويه تاع دهان ورايحه نخبزهم كامل نفتحهم بهذه الطريقه ونحمي الكوشه تاعي نقص لتحت والفوق نقص لهم شويه وندير الخبيزه تاعي البلاط تاعي نديرها في الوسط راح ندهنهم هنايا بالدهن وندخلهم للفرن مباشره. يعني ندخلوهم في الكوشه مع راكم عارفين مسمن ما تديش الطياب بالخف، مع راهي الطبقه تاعها خفيف ورقيق بالخف تحمر معك ما حاجه تاع 10 دقائق يطيبوا. يعني شوفوا دوك الطبقات راهم باينين، يعني شوفوا راهي يعني الصورة تعبر على روحها. عندي ما نهدرش انا صايد روك نسكت. عندك تفكري بالجام الجام خلاص شرك الجام اكدي لي على داك الجام. ها اختي يا اختي اكدي لي على الجام وطلعي لي الفيديو حبيبتي اللي بين حرحره واحد العديان يا اختي يحضروا من مورايا. هيا يعني حرحروهم لان لازم اليوم هنا تبانوا حباباتي الغاليات، اليوم تبانوا اليوم اللي قد حرحروهم لي هاكا كونطرا على عدياني يا اختي. شوفي المسمنه شوفي وتمتعي اللي راكم تتبعوا القناه تاعي غير بالسكات وتدوا الوصفات وتزيدوا تهضروا يا اختي. هانتوما هادرين هادرين هيا هضروا مليح دروك
انا ندير اللي في خاطري، وراني نشارك حباباتي الوصفات. وانتوما اقعدوا نتوما هادرين كملوا هضرتكم الى الاخر. وايا مانيش ندير في حاجه تاع حرام، ولا عندي موهبه تاع الطبخ ونحب الطبخ، وعندي بزاف حباباتي اللي تبعوني. مانيش ندير في حاجه تاع حرام تهضروا فيا ولا تطلقوا فيا هضره كي والو. نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، واي واحد هضر فيا حاجه كي والو نوكل عليه ربي. يعني هذه اي حاجه راني ندير فيها يعني حلال، مانيش ندير في حاجه تاع حرام. ولا نقول لكم ربي وكيلكم. وان شاء الله حبيباتي الغاليات المتابعين تاعي الحلوين الغاليات على قلبي، ان شاء الله المسمن تاع اليوم يعجبكم. شوفوا ديك التوريق، الله الله خرج، شوفوا ما شاء الله. انا كنت مقلقه عاده، الدراري خرجوا من ليكول وباغيين يفطروا، قلت لهم رجعوا نوري غير لحباباتي، رجعوا نوري لهم غير المسمن تاعنا كيخرج وفطروا وروحوا لليكول تاعكم. ان شاء الله ربي ينجح كاع وليداتنا مع تاني طالبيه راهم يفوتوا تاني في الامتحانات. نقول لكم ربي ينجحكم ان شاء الله ونفرحوا بكم. وتاني صحاب الباك نقول لكم ربي يفرحكم تاني ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في مراتب العليا ان شاء الله. وتكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم ان شاء الله، وجربوها. راح نقول لكم جربوها راح تعجبكم بزاف بزاف. ونقول لكم مع السلامه حبيباتي، الى فيديو اخر متى اخر ان شاء الله. مع السلامه.